أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل قراية تواضعه مع الطرف الثالث. يعني زي هيختار مين في الآخر، يعني بيفضل مين اللي مشاعره رايحة يعني رايحة ناحيته أكتر، أنت ولا الطرف الثالث. هنشوف كده أحواله إيه وهيختار مين، أنت ولا الطرف الثالث. معانا أول مجموعة هتبقى بالحجر الموف ده بنفسجي، والمجموعة التانية هتبقى بالحجر الأسود، أو على حسب أول حرف من اسمه، من اسم الشخص اللي بتسأل عنه، هتلاقوا الحروف مثبتة في أول تعريف. هنبتدي بالمجموعة الأولى، الحجر ده البنفسجي ده، ونشوف طاقتك من ناحيته وطاقة الشخص ده من ناحيتك دلوقتي، وضع العلاقة بينكم دلوقتي ازاي. بسم الله. طاقتك انت من ناحيته دلوقتي وطاقته هو من ناحيتك، طاقة العلاقة بينكم. العلاقة دلوقتي ممكن تكون فيها بعض، انتوا مش على تواصل مع بعض دلوقتي. العلاقة دي فيها مخاوف، فيها قيود. ممكن يكون الشخص ده يعني علاقته بالطرف التالت دي علاقة هو ما يقدرش يفك نفسه منها، يعني كعلاقة جواز مثلا أو عشرة بقى لهم فترة مع بعض متزوجين. الطرف التالت هنا قيد في حياة الشخص ده وهو مش قادر يتحرر منه، ودي حاجة مسببة لك انت حزن شديد جدا، لأن طاقتكم من ناحية الطرف ده، من ناحية الشخص اللي في بالكم، انتم زعلانين جدا منه. ممكن تكونوا تعبانين نفسيا وجسديا كمان، واخدين فترة راحة، فترة بعد كده عشان تهدوا أعصابكم. انتوا تعبتوا من الخلافات والمشاكل والخناق، تعبتوا من الصراعات اللي بتحصل علشان خاطر العلاقة دي تستقر وتبقى علاقة واضحة. لكن انتوا قررتوا ان انتوا تبعدوا، تاخدوا جنب، تبتعدوا تماما عنه، لان انتم في وضع تعبانين جدا نفسيا ومرهقين جسديا من كل النواحي. انتم حسيتوا ان انتوا خلاص مش قادرين تبذلوا مجهود في العلاقة دي اكتر من كده. الطرف اللي انتوا بتسألوا عنه، الشخص ده بيفكر فيكم كتير قوي ومحتار ما بينك وما بين الطرف الثالث، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يختار مين فيكم. هو حاسس ان هو متعلق ومتأيد في الوضع اللي انتوا فيه. ممكن تكونوا انتم طلبتم منه طلب، يعني يحدد موقفه، يعني انتم من الطرف الثالث انتوا طلبتم منه ان هو لازم ياخد قرار بخصوص العلاقة دي، انما مش هينفع الوضع يكمل بالطريقة ديت. فالشخص ده بيفكر فيكم كتير جدا، عنده حيرة، تردد، عايز يتقرب منكم، عاوز يحاول يتواصل معاكم، بس خايف ومتردد شوية بسبب ان انتم زي ما قلت لكم كده، انتوا حطيتوا له شرط ان انت علشان ترجع لازم ياخد هو القرار او يوضح لك العلاقة دي رايحة على فين بالظبط. فلو الطاقة دي طاقتكم يبقى القراية دي ان شاء الله ليكم، وكملوا. لو الطاقة دي انتوا مش فيها، شوفوا القراية التانية. هنشوف دلوقتي مشاعره اتجاهكم ومشاعره اتجاه الطرف الثالث. هل هيكمل معاكم انتم، هيختاركم انتم، ولا هيختار الطرف الثالث؟ نشوف كده الوضع بينكم هيمشي ازاي في الفترة اللي جاية ان شاء الله. مشاعره ناحيتكم، مشاعره ناحية الطرف الثالث. والله الشخص ده مشاعره ناحيتكم انتم، هو حاسس ان انتم ما بقيتوش بتثقوا فيه، حاسس ان حطيتوا حدود ما بينكم وما بينه. هو عارف ان انتم لسه بتحبوه، لسه بتفكروا فيه، لسه عندكم شغف ان العلاقة دي تكمل، لكن هو حاسس ان انتم خلاص يعني جبتوا اخركم، وان انتم حطيتوا له حدود ومستنيين منه ردة فعل معينة. فهو حاسس ان هو خايف يتقرب منكم، لانه هو عارف ان انتم المرة دي مش زي كل مرة. المرة دي انتم ناويين تحطوا حد فعلا للقصة دي، لان انتم يعني خذلتم كتير من الشخص ده. توضيح اكتر من مشاعره اتجاهكم دلوقتي، هو عايز بداية جديدة، هو شايفكم فرصة على فكرة، هو حاسس ان انت الفرصة اللي هو مش هيعوضها مهما حصل، علشان كده هو متمسك بيكم برضو، مش عاوز يخسركم، لان هو عنده نظرة ليك فيها شوية طمع، لان هو شايفك ان انت يعني فرصة لا تعوض، وهو مش عاوز يخسر. الشخص ده شوية من النوع اللي
الاناني، يعني ما بيحبش يخسر حاجه، يعني عايزك وعايز الطرف الثالث شكله كده، لان هو مشاعره ناحيه الطرف الثالث برضه مشاعر فيها شغف، يعني مشاعر بيستمد قوته من الطرف الثالث. ممكن يكون الطرف الثالث ده اكبر منه في السن، او حتى بيدعمه ماديا، او بيساعد على استقراره، او بيديله وضع اجتماعي احسن. هو يعني مشاعر ناحيه الطرف الثالث دي فيها شغف اكتر. لو دي مش زوجة فهو يعني بالنسبه له دي علاقه تمضية وقت حلو، عنده طاقه جسديه ناحيتها بالاكتر. ولو دي زوجة فهي بتدعمه ماديا، او ليها وضع في العيله مثلا مخليه مركزه عالي، في شراكه عمل ما بينهم، لان هو احساسه ناحيتها فيه طاقه شويه من الشغف بالاكتر، اكتر ما هي مشاعر حب. توضيح كمان، هو شاعر بالندم ناحيه الطرف الثالث. هو لو هو سابكم واختار الطرف الثالث هو عنده شعور بالندم، سواء بقى كانت دي مش علاقه رسميه، لانه مش باين بصراحه كانت دي علاقه رسميه ولا لا. لانه دي لو ما كانتش علاقه رسميه ومجرد بس علاقه كده دخلها من باب يعني الشغف، فهو ندمان جدا، حاسس بندم شديد ان هو عمل كده، او ان هو حس ان هو شغفه هو اللي سيطر عليه علشان يبقى مع الطرف الثالث. ولو دي زوجة فهو شاعر برضه بالندم وبالزعل من نفسه، لان هو يعني عنده شعور بالذنب ناحيتها برضه. طيب هيختارك انت ولا الطرف الثالث؟ مكانتك عنده ومكانة الطرف الثالث ايه؟ انتم بقى مكانتكم ايه عند الشخص ده؟ انتوا العدل، انتوا التوازن. هو بيحس ان انتم العدالة اللي ربنا عوضه بيكم، او ان انتم العلاقة الرسمية اللي في حياته. ممكن تكونوا انتوا اللي بتتفرجوا على القراية ازواج، يعني انت الزوجة مثلا، لان هو حاسس ان علاقته بيكم علاقة قوية، مش مجرد علاقة سطحية. انتوا العدل والتوازن اللي في حياته، فمكانتكم عالية جدا عند الشخص ده. طب مكانة الطرف الثالث عنده؟ هي علاقة حرة، هو بيحس ان هو حر في العلاقة دي، بيحس ان هو على راحته بالاكتر. دي مش زوجة، هنا الزوجة اكتر، هنا العلاقة الرسمية، يعني انتم العلاقة الرسمية، انتم الطرف الاساسي. الطرف الثالث هنا علاقة جانبية. ولو انتم مش في الطاقة دي شوفوا القراية التانية. لو انتم يعني مش ازواج وفي علاقة رسمية مع الشخص ده شوفوا القراءة التانية، ممكن تناسبكم، لان القراية هنا واضحة. الطرف الثالث ده مش شخص اساسي، الطرف الثالث بالنسبة له مجرد علاقة حرة، هو بيبقى حر فيها، بتدعمه ماديا، بتدعمه بقى معنويا. المهم هنا في طاقة دعم أكتر وطاقة استقلالية وحرية، مش ملزم في الطرف ده. بس انتم مكانتكم أعلى، مكانتكم انتم الأعلى من الطرف الثالث عنده. طب هيختار مين فيكم في الآخر يعني؟ هيختار مين فيكم؟ انت ولا هو؟ والله هو الشخص ده يعني مش محدد ومش مقرر لسه هيختار مين، بس بالاكتر هنا الشخص ده هيختار الطرف اللي هو يعني الاساسي، اللي هو انتم، بيختاركم انتم. لان هو صحيح دلوقتي عنده طاقة شغف بس ناحية الطرف ده، لكن هو هيفهم في حاجة هتوضح له هنا، وهيفهم ان مصلحته في الطرف الاساسي، الطرف اللي هو الاصلي، اللي هو انتم، اللي هو الزواج، الارتباط. بما ان انتم الطرف الاساسي او اللي فيه زواج، فهو اختياره هيكون للطرف ده اللي هو انتم، لان هو شخص عقلاني برضه. يعني هو من النوع اللي ما بيختارش على حسب المشاعر قد ما بيختار على حسب العلاقة اللي تريحه، اللي هيبقى فيها استقراره أكتر. طب هنشوف مشاعره من ناحيتكم بشكل يعني رومانسي. هل عنده مشاعر رومانسية الشخص ذلكم، ولا هو بس مجرد استقرار؟
ديسبشن، خداع. الشخص ده كان مخادع، كان بيشين معاكم، دايما كان لابس ماسك، ما كانش صريح، أو شخص متحكم وبيحب هو اللي يسيطر عليكم بالمشاعر بقى، يعني بيستغلكم عاطفيا، بيستغل محبتكم ليه، كان دايما هو اللي مسيطر عليكم ومسيطر على العلاقة. دي اتنشن تو ذا ريد فلاجز. خدوا بالكم من الشخص ده، لان الشخص ده شوية مسيطر وبوشين، يعني ما تأمنوش ليه قوي بصراحة، لان هو حتى باين من طاقته ان هو بيبقى حد اناني شوية، بيحب مصلحته اكتر، وبيروح للطرف اللي هو هيحقق له هو مصلحة. انا مش شايفاه شخص عاطفي ولا بيختار بمشاعر ولا عنده مشاعر، لا ليك ولا للطرف الاخر. شخص اناني شوية بنسبة كبيرة وبيفضل مصلحته الاول. ناخد لكم كارت نصيحة. نصيحتكم ايه مع الشخص ده؟ يس، بيقول لك ايوه الشخص ده شويه خد بالك منه واسمع لاحساسك. انتم احساسكم بيقول لكم ان الشخص ده مش كويس. ما داعي للقلق، انت ما فيش داعي ان انت تقلق بزياده وتفكر بزياده. انت خد موقف وعيد النظر في الشخص ده، وخليك حريص جدا معاه. ما تحاولش ان انت تديله فوق يعني ما يستحق، او تديله فرص من غير ما تاخد ضمانات كافيه. لو انت عايز تكمل معاه، يعني لو ده زوج وانت عايزه تكملي معاه، حاولي تكوني يعني دايما حريصه على مصلحتك انت في الاول، لان الشخص ده بتاع مصلحته شويه. الابراج اللي طلعت هنا، عندنا برج العقرب، ومعانا الابراج الهوائيه ميزان، وبرج الميزان هنا بكثره، والجوزاء والدلو. الابراج الترابيه برج الاسد. الطاقه الترابيه والهوائيه هي اللي مسيطره اكتر، والمائيه، وكل الطاقات موجوده بصراحه. برج الاسد والميزان طالعين بقوه. نروح للقرايه الثانيه. الناس اللي اختاروا المجموعه الثانيه الحجر الاسود، وهنشوف الشخص ده مكانتك عنده ايه، انت ولا الطرف الثالث، محبته ليك انت ولا الطرف الثالث، وهيختار مين فيكم. هدوا اعصابكم بقى عشان القرايات دي شويه بتبقى موتره، فحاولوا ان انتوا تكونوا هاديين عشان الطاقه تيجي مظبوطه. اول حاجه هناخد ايه طاقتكم ناحيته وطاقه الشخص ده ناحيتكم، وطاقه العلاقه بينكم دلوقتي. طاقتكم انتم ناحيه الشخص ده، طاقه الشخص ده ناحيتكم، طاقه العلاقه بينكم ايه. اولا انتم طاقتكم ناحيه الشخص ده، انتم رحلتم عن الشخص ده او واخدين جنب شويه، ممكن ما تكونش علاقه انفصال، مجرد علاقه بس تباعد. انتم زعلانين جدا يعني، وحاسين ان العلاقه دي ما بقتش بترضيكم نهائيا، حاسين ان انتوا في صحراء، مفيش مشاعر، مفيش حب، مفيش احتواء، بتبدوا وما بتاخدوش حاجه. فانتم بتفكروا دلوقتي في ان انتوا تبصوا للمستقبل. صحيح اتألمتوا كتير وتعبتوا كتير، بس انتوا عايزين تبعدوا عن التوتر والتعب ده. انتوا في طاقه تباعد، ممكن تكونوا انتم اللي مدين ظهركم وبعدين عنه. طاقه الشخص ده شخص هوائي جدا ومتلاعب بصراحه، يعني بلاير كده، حد بيحب العلاقات، هو طبيعته كده بيحب لفت الانتباه. ممكن يكون هو دلوقتي في علاقه مع طرف ثالث فعلا، بس يعني ايه، مش شايفاها دي زواج، شايفاها دي بالاكتر يعني هو شخص بتاع علاقات. حتى لو هو متزوج، حتى لو هو معاكم في زواج، هو عنده طرف تاني وثالث ورابع. هو بيحب اللمه، يعني هو بيحب العلاقات، بيحب يثير الانتباه ويبقى محل كده شغف الجميع، والناس كلها تبقى بصاله. فهو في طبيعته مش شخص مخلص بصراحه. طيب العلاقه ما بينكم ممكن دي تكون كانت علاقه عمل او علاقه زواج، يعني هي كانت علاقه مستقره، بس واضح ان انتم اللي اخترتوا ان انتم يعني تصونوا كرامتكم، او ما تنزلوش نفسكم ان انتوا تتحطوا في مقارنه مع اطراف تانية او حاجه زي كده. لان انا شايفه ان العلاقه دي كانت علاقه اما علاقه عمل او علاقه عائليه، يعني انتم قرايب او ازواج او حاجه زي كده، لانها علاقه يعني فيها شيء ثابت يعني، او شيء مادي. طيب ايه مشاعره ناحيتكم؟ مشاعره ناحيه الطرف الثالث. هي شبيهه شويه بالقرايه الاولى، فممكن تتفرجوا برضو على القرايه الاولى، هتفيدكم فيها رساله لكم برضو. مشاعره ناحيتكم انتوا
مشاعره ناحية الطرف الثالث. الشخص ده متلاعب جدا، شخص كان متلاعب بشكل رهيب وبتاع حوارات، يعني كذاب ومخادع كده، شخص مش كويس بصراحة من أولها كده ظاهر. يعني هو مشاعر ناحيتكم انتم، هو حاسس ان انتم الالتزام اللي في حياته ممكن دي تكوني انت زوجة برضو. يعني برضو القراية الأولى كانت نفس الشيء، ممكن تكونوا انتم في بينكم وبين بعض التزام معين، يا اما زواج، ارتباط بزواج، او حتى علاقة قديمة، علاقة قوية ما هياش علاقة سطحية. ممكن تكونوا انتوا زملاء في دراسة او في عمل، او انتوا بتشتغلوا في نفس المجال. يعني في حاجة هنا بتخص التعليم برضو والمشورة ما بينكم وما بين بعض. فيا اما انتوا زملاء في عمل، او انتوا علاقة زواج، والشخص ده بيحس ان انت اللي بترشده، انت اللي بتنور له طريقه، انت الشخص اللي دعمته كتير ممكن علشان خاطر يقف على رجليه او يبقى في مكانة كويسة. فهو بالاكتر هنا شخص اعتمادي شوية عليك، بيحس ان انت الشخص المسؤول عنه بالاكتر. المشاعر ناحية الطرف الثالث هي مشاعر شوية مراقبة، ممكن يكون بيحب يعني يدخل كده على المواقع بتاعة الطرف الثالث ويتكلم ويهزر ويضحك ويراقب. يعني هو شخص شوية مع الطرف الثالث ده في تلاعب، ما هوش صافي. يمكن انت من ناحيتك انت بيقدرك اكتر وبيحترمك اكتر لان انت الطرف الاساسي، يعني يا اما زواج او انت حد ليك سلطة عليه او ليك دور في حياته كبير، انت اللي بترشده، انت اللي بتنصحه، انت اللي بتدعمه. لكن الطرف الثالث هو واخدها علاقة تسلية، علاقة ممكن يكون زميل عمل مع الشخص ده، حد معاه في العمل او بيروح له مكان عمله، هي مجرد علاقة بس. يعني ايه؟ انجذاب، مشاعره ناحيته انجذاب، هو حد مبهر بالنسبة له فبيحب يشوفه كتير. طيب مكانتك انت ولا الطرف الثالث؟ مكانتك انت عنده ومكانة الطرف الثالث برضه، نشوف مين فيكم مكانتك انت عنده. هو عارف ان انت قلبك مكسور ومجروح، انت الزوج على فكرة. الطرف ده هنا هو زواج، علاقة رسمية، وهو عارف كويس ان انت استحملته كتير، انت الشخص اللي دايما بيستحمله، الشخص اللي بيتخان وبيتوجع وبيستحمل. فهو عنده تقدير واحترام ليك كبير جدا، لان انت هو عارف ان انت اتأذيت واتوجعت اكتر من مرة، بس انت حافظت على الاستقرار وعلى الزواج وعلى العيلة علشان خاطر الوضع الاجتماعي، او علشان خاطر اولاد لو في بينكم اولاد. هو شايف ان انت استحملته، الشخص اللي استحمله. طب الطرف الثالث مكانته ايه عنده؟ مجرد شغف، علاقة تمضية وقت، سفر، بيسافروا مع بعض، بيخرجوا مع بعض، انجذاب، هو منجذب ويعني بيحس ان الطرف الثالث ده مبهر. ممكن يكون حواليه ناس كتير بيطردوه، هو بيحب كده، بيحب يكون دايما حواليه ناس كتير عايزة توصل له. فهو مكانة الطرف الثالث عنده ان هو بيحارب وبيصارع علشان يبقى معاه، ودي حاجة بترضي غروره وبتجذبه. كمان الطاقة اللي هي الجسدية شوية، هو عنده طاقة شغف ناحيته وانجذاب جسدي. ممكن يكون الطرف الثالث ده اصغر منه في السن، شايف نفسه شوية، فهو بيحب يبص عليه، يراقبه، يعرف اخباره، يتكلم معاه كنوع من انواع الفليرت يعني، او العلاقات اللي هي الطياري. طب هيختارك انت ولا الطرف الثالث؟ منشور. والله الشخص ده ولا هيختارك انت ولا الطرف الثالث، الشخص ده هيختاركم انتوا الاثنين، لان هو عنده حيرة وتردد من ناحيتك، وعنده حيرة وتردد من ناحية الطرف الثالث. هو لا عايز يخسرك ولا عاوز يخسر الطرف الثالث، هو عاوز يمشي العلاقة انتوا الاثنين مع بعض، وهو متردد من ناحيتك ومن ناحيته. بس اللي انا شايفاه هنا اكتر، بس هناخد برضه كارت عشان نحدد نتأكد اكتر. الشخص ده مش هيبطل علاقات، يعني حتى لو ساب الطرف الثالث فهو هيسيبه وهيدخل في علاقة تانية. الشخص ده فيه طاقة تلاعب شديدة جدا، يعني
بس هو بيقدّرك أنت طاقة احترام وتقدير ومقدّر جدًا إن أنت استحملته عشان خاطر البيت وعشان خاطر الاستقرار الأسري وكده، وأنت استحملت غدره وخيانته كتير، وبيقدّر ده ومقدّرك جدًا. الطرف التالت ده عنده هي علاقة سرية، هو عايز يحتفظ بيه كعلاقة سرية من تحت لتحت كده يعني من وقت للتاني يروح بس كده يهزر شوية معاه وخلاص، لكن هو محتفظ بيك أنت، هو مش عايز يسيبك، هو يمكن أنت اللي تكون عايز تمشي وتسيبه بس هو مش هيقدر يفرط فيك. خد لك طيب كروت من الرومانس انجل نشوف هتقول لك ايه. ريليجيوس سيكتور، الشخص ده فيه مشاكل ما بينك وما بينه، ممكن يكون الشخص ده اساسا في اختلافات قوية ما بينكم في الدين في التفكير، ممكن تكون انت متدين عنه، هو مش شوية متسيب يعني مش متدين قوي، او حتة الحلال والحرام دي ما بتفرقش معاه زيك، انت مختلف عنه تماما. بس كنت زمان هو عارف كويس قوي ان انت بالنسبة له الاجمل والاحسن والافضل، هو بيقدرك وبيحترمك وعارف قيمتك جدا، عشان كده هو مش عاوز يفرط فيك، هو متعلق بيك قوي. الشخص ده عنده كمان عادات ادمانية، هو مدمن على العلاقات، قريب قوي هيبقى في بينك وبينه قعدة وفي بينك وبينه كلام، وخد بالك منه يعني هو بيحبك وعنده طاقة احترام وتقدير ليك وعارف قيمتك كويس ومتعلق بيك جدا، لكن الاختلافات اللي ما بينكم وبين بعض دي يعني خد بالك منها. نصيحة ليكم، نجاح، انتم جاي لكم فترة نجاح ان شاء الله بإذن الله، في نجاح عملي، نجاح مادي، في كل شيء انتوا بتشتغلوا عليه دلوقتي في طاقة نجاح جاية لكم. خلي عندكم ثقة في نفسكم، الفترة اللي جاية دي هنا بتقول لكم لأ، يعني خدوا بالكم من الشخص ده، العلاقة دي شوية متعبة وهيفضل الشخص ده يعني بيتمرجح كده في العلاقات. لو انتم واخدين اي موقف الكروت هنا بتنصحكم بتقول لكم ما تتراجعوش وما توقفوش الطاقة اللي انتوا فيها، خليكم ثابتين عليها. القرار طبعا بيكون في الاخر، بس هي الكروت بتديكم نصيحة وارشاد مش اكتر. الابراج اللي عندنا هنا برج الحوت والعقرب، برج الجوزاء، برج الجدي والعذراء والثور، وبرج الثور تاني. بس يعني وعندنا كل الطاقات موجودة. أحب أعرف رأيكم في التعليقات، وأتمنى القراية تكون عجبتكم.